تخيل عزيزي المشاهد أنك عامل بناء بسيط في صنعاء، طالع فوق سقف مسجد عمره أكثر من 1000 سنة، وفجأة تكتشف غرفة مغلقة ما في أحد فتحها من قرب. وإن كنت ما تعرف الحكاية، أنا وليد وهنا الحكاية. هذا بالضبط الذي حصل سنة 1972 في الجامع الكبير بصنعاء. أثناء أعمال الترميم عثر العمال على آلاف الأوراق والمخطوطات القديمة مخبأة في مكان مهجور داخل المسجد. في البداية ظنوا أنها أوراق عادية تالفة، قالوا وش نشتي فيها، خلوها هنا ولا حرقوها. ولكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. بعد فحصها تبين أن بعض هذه المخطوطات من أقدم المخطوطات القرآنية المعروفة في العالم. بس السؤال هنا، كيف وصلت هذه المخطوطات إلى هذا المكان؟ ومن الذي وضعها هنا؟ ولماذا بقيت مخفية كل هذه القرون من دون أن يكتشفها أي أحد؟ والأغرب من ذلك أن بعض الرقوق كانت تحتوي على كتابات أقدم مخفية تحت الكتابة الظاهرة، ولم تظهر تلك الكتابات إلا باستخدام تقنيات حديثة بعد مئات السنين. ولك أن تتخيل ورقة عمرها أكثر من 1000 عام ما زالت تكشف أسرارا جديدة في عصرنا الحالي. ولو كنت مكان العامل الذي عثر على هذه المخطوطات، هل كنت ستدرك أنك أمام اكتشاف تاريخي سيدرسه الباحثون حول العالم؟ أم كنت ستظن أنك مجرد أوراق قديمة لا قيمة لها؟ أنا وليد وهنا الحكاية، ولا تنسى تسوي المتابعة.